السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم سلطة الليمون من قشر الليمون. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. فانا بعصر الليمون يا حبايبي وما برميش القشر بتاعته. القشرة بتاعته كبيرة وتلاقيها سميكة كده، وبيبقى فيه مية كتير، فبيبقى فيه بواقي مية في قلب الليمونة نفسها. فانا بشيله في الفريزر وبعمله حاجات كتير يا حبايبي. بعمله بسلقه وبضربه في الخلاط وبخليه اغسل بيه مواعين. ساعات اسلقه واضربه في الخلاط واغسل بيه سمك، اغسل بيه فراخ، اغسل بيه الحاجات دي. بيبقى ايه؟ بيضيع الزفارة. فيلا بينا النهارده بقى هنعمل من البقايا بتاع القشر والميه بتاع الليمون اللي فيه، شايلينه في الفريزر محتفظ بلونه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هعمله لكم سلطة ليمون هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. دلوقتي هنجيب طاسة كده وهنفضي فيها القشر وهنروح نسلقه على البوتاجاز وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي الليمون بعد ما اتسلق بقى بالشكل ده، محتفظ بلونه. بعد ما اتسلق كويس وناعم يبقى مستوي خالص بقى بالطريقه دي يا حبايبي، ناعم خالص مش مستحمل. طبعا احنا قطعنا الحته اللي بتبقى من تحت دي وانا نسيت اقول لكم عليها، قطعناها. طبعا شطفناه ودلقنا ميته ونقعناه في ميه كده تاني، هننقعه لمده يوم وهرجع لكم نكمله مع بعض. كده بعد ما نقعنا الليمون بعد ما استقع ما سلق ليلة كاملة بقى بالشكل ده وصفيناه بالمصفى. هنبدأ نحطه في الكبة، نضربه في الكبة بالشكل ده، هنضربه وننعمه وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي بعد ما عملنا قشر الليمون سلقناه وصفيناه بقى بالنعومية دي، معانا زيت زيتون وحبة البركة وعصفر. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. معانا العصفر هنحط شوية كده، ومعانا حبة البركة هنديها شوية كده برضو، وهنقلب الخليط كله مع بعضه بالطريقة دي. سلطة قشر الليمون يا حبايبي طعمها بيبقى جميل جدا، مش قادرة اقول لكم الطعمة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي، لان القشر ده بيبقى سمك قوي وبيبقى كله مية، بيبقى جميل جدا. بس اهم شيء ان انت تنقعيه بعد ما تسلقيه، تنقعيه كويس كده. هنفضيه ببطرمان. كده عملنا الليمون يا حبايبي بقى بالشكل الجميل ده، تحفة 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 وطعمه جميل جدا. يمشي جنب حاجات مساوي، يمشي جنب مكرونة محمرة، يمشي مع أي حاجة، بيبقى جميل جدا. يا رب يعجبكم وتجربوه. ما تنسوناش في اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.